السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة هنعمل اكلة اقتصادية طعمها حلوة قوي، هتعجب الولاد جدا. بالبطاطس. هنجيب بقى نص كيلو من البطاطس او 4 بطاطسات كده. هنقشرهم وهنقطعهم كده ترانشات بس تخينة شوية زي كده. بعد كده بقى في طاسة على النار هكون مسخنة زيت، هحمرهم عادي، هحمرهم زي البطاطس المحمرة العادية. لا اكتب زي الناس يلا. بعد كده بقى نكسر 4 بيضات. بعد كده بقى هنضيف الملح والفلفل الاسود. هنضربهم كده مع بعض دقيقة. بعد كده بقى هنضيف كوباية صغيرة من الزبادي. هنحط بقى بعد كده طماطمايه مقطعاها، وحاطه فلفل رومي وفلفل حامي. الفلفل الحامي لو مش عايزاه ما تحطيهوش. هنضيفهم بقى على البيض. دلوقتي بقى انا حمرت البطاطس اهي كلها. هجيب بقى صينيه بتاعه فرن او طاجن كده بتاع فرن، وهنرص فيه البطاطس. بعد كده بقى هنفضي البيض على البطاطس. عندي بقى جبنه شيدر او جبنه رومي، حابه تحطيها على الوش، مش حباها خلاص ما تحطيهاش. دي هنضيفها كده على وش الصينيه. بس هي بتدي طعم حلو جدا مع البطاطس والبيض، طعمها بصراحه حلو. هنحطهم بقى على الوش. حطيت كمان قطع من اللانشون كده، لانشون فراخ ولانشون اللحمه. كده خلاص بقى هندخلها الفرن لحد لما تستوي، وبعد كده هنحطها تحت الشوايه تاخد وش من فوق، وهتكون جاهزه معانا. كده خلاص انا عملتها تحت الشوايه واستوت اهي. هنقطع حته كده. دي طبعا هتنفع للغدا او للفطار او للعشاء، حلوه جدا وطعمها حلو. طعمها كان حلو جدا واقتصاديه. لو عجبتك بقى الوصفه النهارده ان شاء الله حط لنا لايك للفيديو، واشتراك في القناه، وبالهنا والشفا.